يلمدين في هذه الناحية لنعاس. قال تعالى إلهي وحيري مركو أرنتو ذكاد لا وإنا أنجا أو أيجا هذا الكيكواد لا إلهي نوشي منا وحنا مذا يرين المسلمون مسلمين ومنا وحنا مذا القاصدون كوا اللي حذين إلى قوله لا جار حطبا وهم مكلفون ولا كلفي كسائر البشر بني آدم أو كلا بالتكاليف تكاليف يا صار الشرعية الشرعية لو نسبة إلي كصبحان. قال تعالى إلهي وحيري وما خلقت الجن ما أبونا والإنس إنسيا إلا ليعبدوني إن يعبدان مويه. والجن جن مخلوقون والله أبوري قبل الإنس إنسي وكوريين يدل لذلك قول الله تعالى إلهي يقول كيسا كتسنعي ولقد خلقنا الإنسان كوا أبورني من صلصال دوب السودين ليس من حماء مسنون دوب دور صونتي كأهات. والجان الجن خلقناه وأمورني من قبل هريا وأمورني من نار السموم نارتي حادة ماشي كصوب بحض نارتي جليسان كأمورني. والجن يرون وأركان البشر بني آدم بينما البشر بني آدم لا يرونهم أين أركهم وإله وانا كالغري. يدل لذلك وحكوتو سايا قوله تعالى إنه يراكم وإن أركايا هو السجى إبليس أيوة قبيله قبيل كيسا من حيث لا ترونهم إذن كمال أدن كأركين. ثم إن الملائكة يختلفون ويدرسيهن عن الجن في أن لهم قدرة إليهن عجيبة يابلة خارقة جاحيس. فهم يستطيعون وحيكران أن يختلعوا إلى فجيان الجبال بورها ويغوصوا إلى غوصان البحار بضها ويغلبوا إلى قديان الأرض بأهلها إهل كيد إلى كو قديان كما فعلت الملائكة أف الشيء سميين بقوم لود النبي لود قوم كيس على نبينا نبينا وعليه النبي لود أفضل الصلاة والسلام الله يلي نحريس تنفضل البدن إيه نبتقلوا فجعلنا عاليها نبي لود قوم كيس ماشي دقنايين قوم كيس أو عاسيالك أهايين ماشي السرع أو كريسي وحكينا سافلها ماله سيسوال قدي. وكما اقتلع جبريل ملك جبريل سوفجي عليه السلام جبل الطور جبل الطور اللي يراه سو فجيي ورفعه أسو كريالي ملك جبريل فوق بني إسرائيل غير بني إسرائيل كركودا ووليه مقادني سن شرعي. قال تعالى إلهي وحور وإذ وقت النبي محمد وحوس نتقنا عن كريالني الجبل فوقهم كركودا كأنه ذلة أسوأ. الفرق بين الشياطين والجن شيطانك يجنك انت قلت حيث أيضا الشياطين فرقة من الجن كمده هورت الجن كمدين الشياطين وهم المردة كوا مدح أدواء العصاة عاسيالك ورئيسهم رئيسكم إبليس واللعين إلهي نحريست وكفوي جنة عليه لعنة الله إلهي لعنة سديرينتي سكركي ساعاتي. وكل متمرد كم مدح هذا كل جيس من الجن كهذا يسمى شيطانا كالشيطان الله. كما أن كل عاصي كل جيسة أو قانون ككستو كبودي صلاة لفرع وحاس أو من الإنس كمد يسمى فاسق الله. وكل جاحد كو إنكر دين تنبأ يسمى كافرا قال لي لها. فكل شيطان كل جيس جني وليس كل جني جن كستا شيطان معها. قال تعالى إليه وحور ويتبع وحراعي كل شيطان كل جيس مريد مدح عليك. وفاة نبي الله نبي آدم أوفس الشريس على نبينا وعليه الصلاة والسلام الله يله. وقد عاش نبي آدم على ما ورد سيد سوء أرورتي في بعض آثار تقاركيد وحود نولا 1000 عام كل سنة ثم مات بعد ذلك مركز كبعد ولنت. ودفن والا حوالي على المشهور تفسير كصحة في الهند يعني حوالي عند الجبل الذي جبل كأكتيسة الذي أهبد فيه الوسو هوبي. وقيل وحالي بجبل أبي قبيس أو بمكة مكة المكرمة الكرامية يا الودوغي. ولما حضرت الوفاة
geerida markay timid jaa-at waxa u yimid malaa'ikatun malaa'ig min asamaa'i samada ka ahaatay waxay keeneen malaa'igtaas bikafanin kafan iyo waxanuudin isku dardar sheeyaalo la isku dardaray oo udgaaya wabacda an yasaluuhu markay dhaqeen wa kafanuuhu ay kafaneen xafaruu lahu waa u qodeen wa alxaduuhu iilkay geliyeen wasalluu calayhi waa ku dukadeen uma adkhaluuhu qabrahu qabrigiisay geliyeen fawadacuuhu fiihi waa dejiyeen uma xahuu calayhi aturaab ciiday ku hoobiyeen waqaaluu waxay yidhaahdeen yaa bani aadama nebi aadam owlaadiisiyaay haadihi sunnatukum wadadiina waa saan waay wasalaatu salli iyo wasalaamu nabadgelyo calaa abinaa aadam aabbahayn aadam allaha yeelo wa calaa khayri khalqillaahi nebi moxamed oo khalqiga u khayr badnaa korkiisa sayidinaa moxamed ahaa wa askanahumaa wuxuu dejiyey fasiixa jannatay jannadiisa waasiceeda wa jamacanaa macahumaa annagana allah nagu kulmiyo nebi aadam iyo nebigeena khayru khalqillaahi fii daari lkhuldi jannada daarteeda aamiin ilaahu aqbal aamiin nebiyullaahi nuux nebi nuuxe nebi aadam meeshaasay ku dhammaatay dikrigiisa allah nagu liibaano nebiyullaahi nuux nebi nuux calaa nabiyina wa calayhi afdal asalaati wassalaam allaha yeelee asagana waa ka hadlaynaa dukira nuuxun calayhi salaam nebi nuux waa la xusay fi qur'aani qur'aanka gudihiisa fii 43 mawdican 43 meel aa looga hadlay minhaa waxaa ka mid a alacraaf suurat alacraaf wahuud suuradda la dhahayo waalmu'minuun qad aflaxa almu'minuun washucaraau suuraddaas waalqamar iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamaru wadukirad lahu waxaa loo sheegay lagu xusay suuratun suuro khaasatun asaga keliya gooni u ah tusamaa suuratu nuux lagu magacaabay inaa arsalnaa nuuxan almuddatu muddadii allatii caashaha nuux nebi nuux uu noolaa calayhi salaam allaha yeelee iyadana waa ka hadlaynaa caasha nebi nuux calayhi salaam allaha yeele zamanunu noolaa tawiilan dheer wa cumira waa la cumri siiyey kaiiran in badan wa kaana wuxuu ahaa adwalal ambiyaa ambiyada kan ugu dheer xagga cumran xagga cumriga wa akharuhum kan ugu badan u ahay jihaadan jihaadka faqad taxamala wuxuu xambaarsaday min aladaa dhib xaggiisa maa lam yataxamalhu axadun axad wuxuuna xambaarsan min arusuli rususha ka mid ah faqad dacaa qowmuhu qowmkiisa leylan habeen wa nahaaran maalin yuu u yeerayey wa siran hoos waa ula hadlayey wa jihaaran si sara codka loo qaadan waa ula hadlayay wa aqaama fiihim dhexdooda wuxuu ku nagaa 950 caaman 950 sano wamaca duuli lmuddati muddadaas dheer maceeda allatii aqaamaha beynahum dhexdooda uu joogay lam yu'min birisaalatihi risaaladaas inuu rasuul yahay ma rumaynin ilaa qaliilun in yar maahane wakhtulifu waa laysku khilaafay fii cadadi ladiina kuwii tiradooda aamanuu macahu maciisa rumeeyeen wariwaayatu riwaayada asaxiixatu saxa ah allatii waradad soo aroortay can ibni cabaas cabdullaahi bin cabaas turjumaan lqur'aan radia allahu canhumaa annahum kaanuu waxay ahaayeen 80 macahum nisaa'uhum naagahooda ay la jiraan wahum aladiina kuwii waa najow nabad galeen min algarqi biyaha ku dilideeda kumaashayntiisa wamin daalika waxaa ka mid kaas xaggiisa yadharu waxaa daahiraya madal mashaqati dhibka yoolkiisa allatii naalaha asaga soo gaartay fii hadihi alfitrati zamankaas adawiilati dheer allatii caashaa uu noolaa min cumrihi ka ahaaday waayo silsilatun silsilo waaye min xayaatin nolol ka ahaata qaasiyatin dhib u saaxiiba malii'atin ka buuxda bilkifaaxi dhib iyo walcadaabi cadaab kifaax oo jihaad ah iyo walcadaabi cadaab iyo walbalaa'i balo laa yaqdiru lbasharu basharka uu qaadir ku ahaanayn ilaa uulu sabri sabarka asxaabtiisa mooye oo min alambiyaai ka mid ah welihaada sidaas daraaddeeda kaana nuux wuxuu ahaa min uulilcasmi sabarka kuwa u saaxiibka ah alladiina kuwii ahoo dakarahumullaahu ilaahay uu sheegay fii qowlihi uu ku sheegay qowlkiisa lisayidi khalqi nebi maxamed uu la hadlaya ilaahay sala allahu calayhi waaalihi wasalama fasbir sabar kamaa sabara ululcasmi sabarka kuwii u saaxiibka ay say u sabreen wahum 5 waaye oo ululcasmi la yidhaahdo
نوح النبي نوح وإبراهيم النبي إبراهيم وموسى نبي موسى وعيسى نبي عيسى ومحمد نبي محمد سيد الخلق جميع ضمان سيد كل صلوات الله وسلامه عليهم كركود الله يله كوا هدو لليه نو شفاعة ويمركي قراحة دتك أي شيشو نبي نوح واي نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى وحماش أصل الإسكالة نبي محمد عليه الصلاة والسلام قوم نوح نبي نوح قوم كيسا يعبدون الأصنام صنم كعابدين مركا تاس موضوع أساسا تشير الآيات آياتك وحي إشارة يعني الكلمات ونعكسا في قصة نوح نبي نوح قصديس عليه السلام الله يلا أنه بعث إلى قوم يا الله صدر النبي نوح قد أشركوا بالله إلهي الشريك يلين أو إله نمدي سآر رمين وعبدوا الأوثان صنم يالا عابدين oo sanamyaalkaasi ka dhigeen ilaah wal asnaam sanamyaalka isku mid way wattakhaduu aalihatan ilaahyaala yeesheen min duunillaahi ilaahi geyrkiisa wactaqaduu ictiqaadiyeen annaha taduru inay dhib keenayso watanfacu inay nafac keenayso qalbadooda geliyeen watubsiru inay arkayso watasmacu inay maqlayso wa annaha tastadiicu inay karto an tajliba lahum inay usoo jiido alkhayr khayr sidaas وتدفع عنهم إني دافع السماء أسوأ حمانته ساسا قلبدو ذو كجست وتغني عنهم من الله من دون الله إلهي غير كيسا إني إدقيس أو أنفعيس قال تعالى إلهي وحوري إن أرسلنا نوحا نبي نوح وصدرنا إلى قومه قوم كيسا أن أنذر قوم كان لصدرني قوم كاد أدق من قبل أن يأتيهم انتون إيمان عذاب أليم حنوجنا قال وحور يا قوم كيجيو إني أني لكم إذنك النذيركم إني دقا عن مبين دقديس أعده أن اعبدوا الله إلهي عابدا واتقوه كعبسده وأضيعوني أضيعا وقد كان الناس ضدك وحياها قبل نوح نبي نوح كهر قبل قوم نوح نبي نوح قوم كيس كهر على دين الفطرة أبو رست الدين تير يعبدون الله إلهي عابدين لا يشركون به شيئا وحلموا ذا جرين ولا يعرفون ما إن الجرنين أوثانا صنم ياله دتك وكانوا مؤمنين هاي النبي نوح قوم كيس أكوريين يقرون وحقيرين بوحدانية الله إلهي واحد نمديس فلهذا أساس دراد هذا لم يبعث لهم رسولا لم يبعث لهم إلهي مصدر رسول ينذرهم أدقى وأول رسول كان أهري بعث ولا صدر بالإنذار ذاتك إنه أدقى هو نوح عليه السلام الله يلا بعد الطوفان فجاءهم وحولي من بالدلائل أرنتاس الدلائل الواضحات عد فما لقي منهم كملك كل من أيها حقودا إلى كل سدود ديد كل قدمية اقرأ وحاقر إن شئت دونتد هذه الآيات كان ومن سورة النوح كأهات قال النبي نوح حي ربي جيجيه إني أني دعوت وحن أوعي قوم كي أو حق عن وياي ليلا هابين ونهارا مال فلم يزدتم دعائية يرتانك خير كأن أوعي ومكر لنين إلا فرارا عرض مويه وإن أني كلما دعوتهم مركزت عن وياي لتغفر لهم ذنبهم إن الديسد جعلوا أصابعهم فرهوذا في آذانهم لقيه جلناين واستكشوا ثيابهم مركودا واسكن دبولا وأصروا وي دائما واستكبروا استكبارا أرنتاس واسكوينين ثم إني دعوتهم وأيري جهارا سران عدكي وقاضي ثم إني أعلنت لهم وأذاهريي وأسررت لهم إسرارا مرنا هوسا كل هذا هوس يعني الله دلي الآيات كاس أخركوا ساعدينا وحي ويهري مادين ومما يدل وحي كتسنى على أن الناس ضدك كانوا مؤمنين إني أهايين قبل قوم نوح نبي نوح قوم كيسكور لا يعرفون أين جرنين الإشراك إلهي إلا شريك ياله قوله تعالى إلهي قول كيس أكتسنى في بيان أسباب بعثة الرسول رسوش الصدرين ديدا أسباب تكيني سعدين تيدا كان الناس ضدك وحاين أمة واحدة مدعة فبعث الله إليه وحوسه الدري النبيين النبيالك مبشرين أيها بشارين أيها منك إيمان لما الجنة ومنذرين
ayuu u digaya ninkii gaalnimo la yimaada naarta uga digaya wa anzala macahum ilaahi wuxuu ku soo dejiyey alkitaaba kitaab bilxaqi kula soo dejiyey liyaxkuma bayna annaasi dadka inuu xukumo kitaabkaas fiima ikhtalafuu fiihi waxay isku khilaafeen